تخيل تبقى قاعد بتذاكر في الأوضة بتاعتك وتبقى لوحدك في البيت ومفيش أي حد من أهلك موجودين معاك، وفجأة تسمع صوت خطوات وكأن في حد جاي عليك الأوضة، والصوت بيزيد مع الوقت ولكنك بتكدب نفسك علشان مفيش أي حاجة بإيدك تعملها. الصوت بيوقف ولكنك بتسمع صوت أنفاس كأن في شخص موجود وراك. واحنا النهاردة هنتكلم على فيلا الفنان عزت أبو عوف. ولو أول مرة تتابعني يشرفني إنك تنضم للقناة وتتابع حكاياتنا أول بأول. يلا نكمل. فيلا الفنان عزت أبو عوف الفيلا اللي اتعرفت إنها مسكونة، ومش واحد بس اللي قال الكلام ده أكتر من شخص، وفنانين كتير أكدوا إن هم شافوا الكلام ده بعينيهم. هعرفك كل حاجة بتحصل في الفيلا والحاجات اللي هم بيشوفوها، بس تعالى في الأول أعرفك تاريخ الفيلا دي إيه وحكايتها من البداية. سنة 1957 الضابط أحمد أبو عوف اللي هو والد الفنان عزت أبو عوف قرر إنه يشتري فيلا كبيرة موجودة في الزمالك. ساعتها مراته كانت عمالة تلح عليه إن في فيلا هناك عجبهم وعايزة تشتريها. الفيلا شكلها مغري جدا وجميل من بره والموقع بتاعها مميز جدا. وقتها قرر أحمد أبو عوف إن هو يسعى علشان يشوف الفيلا دي إيه ويعرف الإجراءات المطلوبة علشان يشتريها من صحابها، ولكنه يتفاجئ إن الفيلا دي مقفولة ومحدش ساكن فيها، والغريب إن هي متشمعة بالشمع الأحمر. الحوار بتاع الشمع الأحمر ده كان مريب، وفضلوا يعملوا إجراءات كتير جدا لحد لما في الآخر خدوا الفيلا من الحكومة. محدش فيهم كان في دماغه حاجة ومش حاطين للموضوع اعتبار، وكانوا فاكرينها مجرد فيلا عادية محدش يعرف اللي جواها ومحدش عايش فيها وخلاص. طبعا فاكر. انت عارف ان احنا اول لما اخدنا الفيلا دي كانت محطوط عليها سلاسل وكانت متشمعه بالشمع الاحمر، وعلشان ابويا وامي يخشوا الفيلا دي كانوا لازم ياخدوا امر من البوليس. وفعلا اخدوا امر من البوليس ودخلنا الفيلا وكانت سوبر. الجانب الايجابي في الموضوع ان الفيلا كان سعرها رخيص جدا، وفعلا اشتروا الفيلا وسكنوا فيها، وكان تقريبا عددهم 8 افراد: احمد ابو عوف ومراته وابنه عزت ابو عوف، وكان وقتها عنده 8 سنين بس، واخته مها ابو عوف وكانت صغيره جدا عندها تقريبا شهرين، وباقي اخواتهم، وكانت قاعده معاهم جدتهم. ويعدي كام يوم تقريبا شهر وتبدا الحاجات الغريبه تحصل في الفيلا، وتحديدا الام كانت بتشوف حاجات مش طبيعيه بتمشي وبتخش جوه الحيطه، يعني بتشوف خيالات لناس وهي بتجري من قدام عينيها. والمرعب اكتر انها بدات تسمع اصوات مرعبه لناس كانها بتتكلم مع بعض جوه الفيلا، والصوت بدا يزيد والموضوع بيكبر عن حده. قاعده مره هي بتوضب البيت وبتحط الهدوم في الدولاب وكده، سمعت خطوات. عارف الباركيه لما بتمشي كده بيزيق كده شويه، فبتبص ما لقيتش حاجه، ابتدت ترص وبعدين بتبص مره واحده بس لقيت واحد شعره ابيض ولابس زي قسيس كده وماسك لمبه في ايده وبيبتسم ابتسامه. طبعا مامي كانت يعني جبانه جدا الله يرحمها. واحد بني ادم يعني واحد شخص متجسد، شخص قدامها. وتمر ايام وتسمع خطوات حد بيمشي في الممر بالليل، تحديدا بعد الساعه 12، ولما بتقوم علشان تشوف يمكن حد من ولادها قام ولا حاجه، تتفاجئ ان كل ولادها نايمين ومفيش حد فيهم صاحي. الموضوع بدا يزيد عن حده، والام من كتر الحاجات اللي هي بتشوفها قررت انها تكلم جوزها وتحكي له عن الحاجات دي، ولكنه للاسف ما كانش مصدق اي حاجه بتقولها، وكان بيقول لها ان كل دي تعتبر خيالات وتهيؤات بسبب ان هي لسه مش متعوده على البيت الجديد. هو اصلا ما كانش بيصدق في الجن والاشباح والحاجات دي، كان قلبه جامد لانه كان ضابط في الجيش وكان بيشوف حاجات فظيعه مش اي حد يتحملها، فحوار الجن والاشباح ده ما كانش داخل دماغه. وفي يوم من الايام الام والجده كانوا قاعدين مع بعض في الصاله، وهم قاعدين مره واحده الجده صرخت باعلى صوت وهي بتسمي الله ومفزوعه. فلما الام سالتها في ايه مالك، قالت لها انها لسه الوقت شايفه حد خرج من عند المطبخ ودخل في الحيطه. وعلى فكره دي مش اول مره يحصل معايا كده، انا كل مره ببقى قاعده فيها لوحدي بحس ان في حد معايا، ولما بتلفت ما بلقاش اي حاجه. وبعد لما الجد قالت كده الام بدات تقتنع ان هي اللي بتشوفه ما كانش خيالات بقى، ما هو في حد بيشوفه معاها وبيحس معاها بنفس الكلام اللي بتشوفه. وقررت ان هي تكلم جوزها تاني وتعرفه ان امه كمان بتشوف الحاجات دي. الحاجات دي مش تهيؤات، البيت فعلا في حاجه غريبه. والمره دي جوزها بدا يقتنع بالكلام بتاعها، وقرر انه يدور في الماضي بتاع البيت ويعرف ايه السبب اللي ممكن يخليه مسكون. وتعالى بقى اعرفك ايه تاريخ البيت ده وايه حكايته بالظبط. زمان كان اليهود عايشين في مصر عادي، وكان عددهم كبير جدا، وكانوا بيعملوا مشاريع وعندهم مصانع. فكانت في عيله غنيه جدا اسمها عيله شيكوريل، وكانت عندهم شركات ومحلات مشهوره لبيع الملابس. وتحديدا الخواجه اللي كان صاحب المحلات دي كان خواجه ايطالي يهودي اسمه مورينيوم شيكوريل.
الراجل ده كان عنده 3 أولاد، منهم واحد اسمه سولومون شيكوريل، هو ده بقى صاحب البيت بتاع عزت أبو عوف. سنة 1927 سولومون شيكوريل كان مشغل عنده سواق خصوصي، ولكنه ما اشتغلش عنده فترة طويلة بسبب ان السواق ده السلوك بتاعه ما كانش كويس والمعاملة بتاعته ما كانتش لطيفة مع العيلة، وبدأت تحصل مشاجرات وخناقات بينه وبين سولومون ده لدرجة انه طرده وجاب سواق مكانه. ولكن ما كانش يعرف ان ادوارد اللي هو جابه ده يبقى صاحب السواق القديم اللي هو طرده. المهم ادوارد والسواق القديم اتفقوا مع بعض ان هما ينتقموا من شيكوريل ويسرقوا الفيلا بتاعته، وبالفعل كلموا 2 كمان علشان يجوا هما ال4 ويروحوا للفيلا يسرقوها. اول لما راحوا الفيلا قسموا بعض ان كل واحد فيهم يقلب اوضه من جوه الفيلا. واحد منهم راح لاوضه النوم اللي نايم فيها شيكوريل ومراته، وبمجرد ما دخلوا مرات شيكوريل حست ان في حاجه غريبه، قامت من النوم بسرعه ولسه هتصرخ، راح واحد منهم مخدرها بالمنديل اللي معاه، والتاني راح لشيكوريل وطعنه 11 طعنه وخلص عليه. طبعا مراته شافته كويس قبل ما يغمى عليها من تاثير المخدر وما كانتش ماتت، فده كان كفيل انها تشهد عليهم هما ال4، وبالفعل يتم القبض عليهم ويتحكم عليهم ال4 بالاعدام. ويعدي وقت قصير ومراته تحزن عليه حزن شديد جدا لدرجه انها ماتت في نفس الاوضه اللي اتقتل فيها جوزها. حتى ابنه الكبير هو كمان مات في نفس البيت، فكده البيت فيه اكتر من شخص مات فيه بطريقه حزينه. كبرنا وتربينا في البيت ده ان في 3 عفاريت مش واحد، يعني في 3 ماتوا يعني في سلفاتور شيكوريل اتقتل، مراته ماتت بعديه ب40 يوم عشان هي شافته وهو بيتقتل، وابنه كان بيجيب مانجا من فوق السطوح، السور وقع بيه وقع. ودايما لما كنا بنبيض البيت الفيلا من بره مكان وقع الولد الصغير تلاقي طراطيش الدم موجوده على طول، ما كانش بيروح ابدا، بيضناه 700 مره. وبعدها اتقفل وفضل 30 سنه ما حدش فتح البيت ده، وفضل طول المده دي ما كانش حد راضي يشتريه. واللي يقول لك يا عم لا ده في ناس اتقتلت جواه، احنا مش هنشتري بيت زي ده. وفي ناس كانت بتقول ان البيت بيطلع منه اصوات غريبه. ولما احمد ابو عوف عرف التاريخ بتاع البيت والقصه دي برضه ما تاثرش قوي، لان زي ما قلت لكم قبل كده كان قلبه جامد وحضر جرايم بشعه اكتر من دي بكتير. كملوا حياتهم عادي وفضلوا ساكنين في البيت على الرغم من ان الحاجات الغريبه دي ما وقفتش ولا حاجه. وفي يوم من الايام كل الاطفال كانوا قاعدين مع بعض في الصاله وكانوا بيتخانقوا مع بعض مين فيهم اللي هيقوم يجيب الكتاب من الشنطه. كل واحد فيهم كان بيقول للتاني قوم هات الكتاب، ويرد عليه يقول له لا قوم انت هاته، ومحدش كان راضي يقوم من مكانه. وهم قاعدين يشوفوا الشنطه وهي بتترفع لوحدها في الهواء والكتاب بيتسحب منها. والكلام ده اكدته مها ابو عوف لما طلعت في كذا لقاء وحلفت ان كل الكلام ده حصل بالحرف قدام عينيها. فبيقول لمنى قومي هاتي كتاب بونا من الكتاب اللي هو بتاع السولفيج اللي فيه النوت الموسيقيه بتاع التدريبات. ايوه هاتي من الشنطه. فجيت قالت له لا انت تقوم، لا انا اقول اتخانقوا الاثنين مع بعض لانها اترفعت من على الكرسي، والكتاب بونا اللي هم عايزينه من كذا كتاب راح طالع لوحده كده. ده قدام عيني، ده قدام عينينا احنا ال3، لدرجه ان احنا ال3 قمنا وحاولنا ان احنا نطلع من نفس الباب اللي قد كده من كتر ما اتسرعنا يعني احنا. المهم الام كانت مصره ان هم يمشوا من البيت ده ويشوفوا بيت تاني يسكنوا فيه، لكن الاب كان رافض الموضوع ده تماما وقال لها مش ده البيت اللي انت كان نفسك فيه، كنت عماله تقولي احنا عايزين نشتري البيت ده، خلاص احنا بقينا في البيت اهو وتحملي بقى وادينا قاعدين، وعامه الكلام اللي انت بتقوليه ده وانت وعيالك مفيش حاجه منه حصلت. فكده خلاص الام استسلمت للامر الواقع وهيكملوا حياتهم في البيت ده. فكلمت اخوها علشان يجي ويقعد معاها على الاقل في الاوقات اللي جوزها مش موجود فيها. وفي يوم من الايام اخوها كان قاعد في الاوضه اللي شيكوريل اللي مات فيها، وهو قاعد سمع صوت خطوات رجلين وكأن حد بيمشي بالليل ورايح للاوضه عنده. والمرعب ان الخطوات كانت واضحه وصريحه وكانت بتزيد مع الوقت. فجاه الخطوات بتقف وبدأ يحس بأنفاس كأن في حد واقف وراه، فبص بسرعه وتفاجئ ان في راجل مريب لابس اسود وماسك فانوس في ايده، وكمان كان بيبتسم له، وبدأ يتحرك ببطء لحد لما دخل في الحيطة واختفى من قدامه تماما. قعد أخوها يصرخ بأعلى صوته وخرج من الأوضة. والمرعب إن شعر راسه كله اتحول للون الأبيض، مع العلم إن هو في العشرينات، وفعلا حقيقي أي حد بيتخض بيبقى عنده شعراية أو 2 هما اللي ممكن يتحولوا للون الأبيض. لكن تخيل كمية الرعب اللي يخلي واحد شعره بالكامل يتحول للون الأبيض. بعدين جه خالي كان عنده وقتها 23-24 سنة، وقعد في أوضة والدي، والراجل اللي شافته أمي ده هو يقال إنه اتقتل في أوضة والدي. كان وقتها وقت الامتحانات بتاعته كان قاعد بيذاكر، وبعدين تعب من المذاكرة وحط راسه كده
وسمع برضو نفس الطقطقه بتاعت خطوات الرجلين. لما شال راسه خالي من الترابيزه كده من على المكتب، بيبص يمين، بص لقى راجل شعره ابيض وصفه برضو، وراح جاي وراح موطي عليه كده وحط ايده عليه. خالي من كتر الرعب وهو قال سي اول سي كانت في اوضه ابويا، دخل جوه الراجل ده وكان في اوضه امي شعره واقف. ثانيه واحده عدى يعني نفد من الخيال. يعني هو افتكر انه هيخبط فيه، عايز يزقه، ما شافش حاجه خالص، نفذ جوه وجري عند اوضه والدتي شعره كله واقف ومطرطق ابيض. الام كانت مرعوبه لدرجه ان هم كلموا قسيس وكلموا شيخ وحتى كلموا حاخام كمان، يعني كل الديانات حاولوا باي طريقه يلاقوا اي حد ممكن يساعدهم ان لو في حاجه جوه البيت ده يطلعوها. ولكن الشيخ قال لهم ان الجن اللي موجودين في البيت جن مسالم ومش هيأذوهم، ولكن لو حاولتوا تطلعوهم في الحاله دي ممكن يؤذوكم طول عمركم، وطمنهم ان مفيش حد فيهم هيأذيهم. المهم جابوا قسيس وجابوا حاخام وجابوا شيخ وقروا في الفيلا علشان قالوا لو في 3 ديانات. 3 ديانات ما نعرفش بقى يعلموهم بالظبط. فواحد منهم قال لنا اللي هو الشيخ قال انتوا لو عملتوا ده ممكن تكونوا، لان هم مرتبطين بالبيت، فلما تخرجوهم بيبقوا مؤذيين. وبالفعل بدأوا يتأقلموا مع الموضوع وتمر السنين ويشوفوا الخيالات دي قدامهم ويتعودوا عليها جدا. حتى الأطفال خدوا على الوضع ده وكانوا بيشوفوا الراجل ده باستمرار وما كانوش خايفين منه، لدرجة ان الراجل اللي كان بيظهر لهم ده خد عليهم هو كمان. الغريب ان هم فضلوا سنين طويلة لحد لما مها وعزت ابو عوف كبروا في السن. وفي يوم من الايام مها ابو عوف كانت عازمة صاحبتها الفنانة يسرا انها تيجي تقعد معاها شوية، والكلام اخدهم والوقت اتأخر، فمها قالت لها بصي بدل ما تروحي بالليل متأخر خليكي باتي معايا وابقى روحي بكرة الصبح. فيسرا فعلا وافقت ودخلت معاها الأوضة عشان هتنام جنبها. واول لما دخلوا الأوضة ما تعديش ساعة وبدأوا يسمعوا خطوات شخص جاي عليهم الأوضة. طبعا يسرا كانت مفزوعة وهي بتقول لمها ايه ده؟ مين اللي بيمشي ده؟ وعمال رايح جاي وتحس ان هو داخل علينا الأوضة. فمها قالت لها بهدوء ده شيكوريل. قالت لها شيكوريل مين؟ فمها قالت لها لا ده شبح موجود في البيت معانا عادي. قالت لها انت بتقولي ايه؟ قالت لها والله بجد ده شبح في البيت بس ما تخافيش مش هيعمل لك حاجة. طبعا يسرا اول لما سمعت الكلام ده اخدت حاجتها بسرعه وفتحت البلكونه ونطت منها وجريت على بيتها بالبيجامه. كنا نايمين في الاوضه عندي والباب بتاعي ازاز كده، فهي نايمه واحنا نايم، فلقيتها بتقول لي مها، قلت لي قالت لي مين اللي رايح جاي ده؟ هو حد قدام في الصاله رايح جاي. قلت لها لا ما تخافيش ده سلفاتور، وكملت يوم. بعد دقيقتين قالت لي سلفاتور مين؟ قلت لها العفريت اللي عندنا يا يسرا. قالت لي عفريت. شايفين بقى بعد كل الاحداث الغريبه اللي عماله تحصل في البيت دي، برضه احمد ابو عزت ابو عوف ما كانش مصدق ان البيت مسكون لحد لما جه الوقت اللي لازم يصدق فيه. في يوم من الايام العيله كلها كانت موجوده في اسكندريه والبيت كان فاضي ما فيهوش غير احمد ابو عوف بس، هو الوحيد اللي كان قاعد فيه، وكان بيحب اما يبقى لوحده يعزف على العود. فالوقت اللي كان قاعد فيه في البيت كان ماسك العود وعمال يعزف عليه، وهو بيعزف كان ناسي حته كده مش جايه معاه خالص، فساب العود ودخل الحمام وقال يشرب ميه ويغسل وشه ويرجع يكمل. لكن وهو في الحمام سمع صوت العود بيشتغل، والحته اللي هو كان ناسيها بتتعزف لوحدها على العود، كأن في حد موجود بره هو اللي بيعزف عليه، مع العلم ان زي ما قلنا البيت فاضي ومحدش غيره موجود. واول لما طلع مفزوع يبص على العود لقى العود مكانه ومفيش اي حد، وبعدها شاف نفس الراجل اللي كلهم حكوا له عنه بنفس المواصفات. طبعا ما صدقش اللي هو شافه واخد بعضه بلبس البيت وخد العربيه بسرعه وراح لهم اسكندريه. ومن الصدمه بيقولوا ان هو نسى الباب مفتوح بتاع الفيلا، وقالوا ان الفيلا اتسرقت في اليوم ده. مره ابويا بيلحن فنسي يكتب الحته اللي هو كان ناسيها دي، فعمال لي ماسك العود واحنا كلنا كنا في اسكندريه فما جابهاش، فده حط العود ودخل الحمام، وهو في الحمام سمع الحته اللي هو ناسيها بتتلعب على العود ولا بالصفاره؟ على العود. نو على العود. على العود بره. حصلت له يوميها بيتنا اتسرق انه ساب الباب مفتوح، جالنا بالبيجامه، اخذ العربيه بتاعته وجري. لا يا سيسي انت معاكي بعد كام سنه؟ ده بعد 30 سنه مثلا. والغريبه بقى ان هم فضلوا مكملين حياتهم في البيت عادي لحد لما الام والاب توفوا وكل واحد كبر وبقى عنده بيته الخاص، وما سابوش البيت وما طلعوش منه غير سنه 2009
بعد ما تقريبا قضوا 50 سنة كاملة جوه البيت ده، وكل الأحداث والحاجات اللي قلت لك عليها مها أبو عوف وعزت أبو عوف طلعوا حكوها بنفسهم في لقاءات تلفزيونية كتيرة، وهتلاقوا لينك الفيديوهات دي في صندوق الوصف. عايز أعرف منكم لو أنت مكان حد فيهم هترضى إنك تعيش في البيت ده مع الخيالات والأصوات اللي بتسمعها، بس تبقى متأكد إنك مش هتتأذي وإن محدش هيعمل لك حاجة؟ عرفوني رأيكم في الكومنتات. بس كده، أنا كده خلصت. سلام.